ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا قصة سخنة جدا جدا. بس اتمنى قبل ما نحكي القصة ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد. قصة النهاردة بتتكلم عن عادل وليلى. عادل وليلى كانوا متجوزين من 7 سنين. عادل كان من نوع الرجالة اللي هي صامتة، اللي بيعبر عن حبه بالفعل مش بالقول. يصحى الساعة 6 الصبح ويلبس هدومه ويبوس ايد ليلى وهي نايمة عشان ما يقلقهاش، ويروح الموقع في عز الشمس عشان يرجع في آخر الشهر ومعاه الجمعية اللي ليلى طلبتها عشان تجدد الصالون. ليلى كانت قاعدة طول النهار في التكييف قدام القهوة والموبايل. بدأت تحس إن عادل روبوت أو إنسان آلي، ما بيعرفش يقول قصائد حب، ما بيعرفش يثبتها بكلمتين. آخرت لما يشوفها لابسة حلو يقول لها زي القمر يا حبيبتي الأكل جاهز. الكلمة دي كانت بتحسسها إنها مجرد طباخة بمرتبة شرف. وفي الليلة كانت فيها ليلى قاعدة فاتحة تيك توك، شافت فيديو لواحد اسمه شريف عضلات وشعره متسرح وبيتكلم عن المرأة المظلومة اللي تستحق الدلع. ليلى عملت لايك من غير ما تفكر. تاني يوم لقيت رسالة على الخاص مكتوب فيها عيونك في الصورة فيها حزن مش لايق على جمالك. ومن هنا دخلت ليلى في الدوامة. شريف كان صنايعي كلام، كان يقعد يحكي لها عن مغامراته وازاي انه بيدور على نصيبه التاني اللي لسه ملقاهوش. ليلى بدأت تقارن بين عادل اللي بيرجع ريحته عرق وتعب وهموم بمشاكل الشغل، وبين شريف اللي بيبعت لها صورته بالقميص المكوي وريحة البرفان اللي هي طبعا مش شماها بس متخيلاها. بدأت ليلى تنسحب من حياة عادل بالتدريج. عادل يكلمها ترد بكلمة واحدة، عادل يطلب يخرجوا تقول له صدر ضيق ومصدعة، وفي الحقيقة كانت بتبقى مستنية رنة الموبايل في الحمام. وصل بيها الأمر إنها بقت تطبخ أي حاجة كروكي وتسيب البيت مكركب وتقعد بالساعات ترسم في عينيها وتصور سيلفي وتبعت لشريك. وفي مرة عادل دخل عليها فجأة وهي بتضحك للموبايل، وشها اتخطف وقفلت الشاشة بسرعة. عادل سألها بصفاء نية بتضحكي على ايه؟ ضحكينا معاكي يا ليلى. ردت بعصبية انت على طول كابسة كده، دي واحدة صاحبتي بتحكي لي نكتة، هو مفيش خصوصية خالص في البيت ده. عادل سكت بس نغزة بجد بدأت تاكل في قلبه. شريف بدأ يضغط انا مش قادر اكتفي بالشات لازم اشوفك، قلبي هيقف لو ما شفتش العيون دي قدامي. ليلى خافت في الأول بس الفضول والإثارة غلبوها. اختارت يوم عادل فيه عنده صب خرسانة في موقع بعيد وهيتأخر. لبست فستان أحمر كان عادل جايبهولها في عيد جوازهم، وحطت برفان غالي ونزلت. اتقابلوا في مول بعيد. شريف أول ما شافها مسك إيديها وبسها وقال لها انت أحلى من الصور بكتير، ازاي جوزك بيسيبك ثانية واحدة؟ ليلى حست انها رجعت بنت عندها 18 سنة، نسيت البيت ونسيت الراجل اللي شقيان في الشمس ونسيت ربنا قبل كل شيء. لا وكمان راحت مع شريف شقته وبدأوا يعملوا علاقة كاملة، لدرجة انها قعدت مع شريف اكتر من 4 ساعات وعملوا علاقة اكتر من 3 مرات. وفي اليوم ده حصلت المعجزة اللي كشفت كل حاجة. عادل وهو في الموقع الونش عطل والشغل وقف. المهندس الاستشاري قال لهم خلاص يا رجالة كملوا بكرة. عادل فرح وقال في نفسه اروح افاجئ ليلى ونتغدى برا ونكسر الروتين ده. بس لما رجع البيت ما لقاهاش، اتصل بيها موبايلها كان غير متاح عشان كانت في مكان شبكته وحشة مع شريف. قلق جدا وكلم امها قالت له لا هي مش هند يا ابني. عادل بدأ يشك ان في حاجة غلط. فتح اللابتوب بتاعها بالصدفة عشان يشوف لو سايبة الواتساب مفتوح،
يقدر يوصل لصحباتها. وهنا كانت الفضيحة، لقى الشات كله قدامه صور، تسجيلات صوتية ومواعيد. لقى ليلى وهي بتقول لشريف: عادل ده إنسان ممل، أنا بحس إني عايشة مع حيطة، أنت الوحيد اللي بتحسسني إني ست. عادل قاعد على الكرسي وحس إن الدنيا بتلف بيه، كان عايز يكسر البيت كله، بس فجأة نزل عليه برود زي التلج. عرف المكان اللي هما فيه من آخر رسالة. راح عادل الكافيه، وقف بعيد وشافهم. شافها وهي بتضحك نفس الضحكة اللي كانت بتضحكها له زمان قبل ما تموتها ببرودها. دخل ومشي بخطوات هادية جدا لحد ما وقف فوق راسهم. ليلى أول ما شافته الكوباية وقعت من إيديها، اتكسرت 100 حتة. شريف ارتبك وقال: مين حضرتك؟ في حاجة؟ عادل بص لشريف بصة احتقار وقال له: أنا الحيطة اللي كانت حامية الست دي من الجوع والبهدلة، أنا اللي كنت بشتري الهدوم اللي هي جاية تقابلك بيها دلوقتي. وبعدين بص لليلى وعينه كانت مليانة دموع. محبوسة، انت مش خاينة ليا بس يا ليلى، انت خاينة لنفسك ولبيتك ولأصلك. أنا كنت فاكر إني مقصر في الكلام، بس اكتشفت إنك انتي اللي رخيصة وما يكفكيش كنوز الدنيا لو قلبك وسخ. طلع مفتاح الشقة من جيبه ورماه في حضنها: الشقة دي بفلوسي والهدوم دي بفلوسي، اطلعي منها زي ما دخلتيها بشنطة هدومك القديمة، وانتي طالق يا ليلى، طالق بالتلاتة. شريف أول ما شاف المنظر وخاف من الشوشرة انسحب بجبن وقال: أنا ماليش دعوة، هي اللي قالت لي إنها مطلقة. ليلى فضلت واقفة في نص الكافيه، الناس كلها بتبص عليها باحتقار. خسرت عادل وخسرت شريف وخسرت كرامتها. عادل كمل حياته وتعب شوية، بس ربنا عوضه بست تانية عرفت قيمته. أما ليلى ففضلت عايشة في ندم بياكل في قلبها، كل ما تفتكر إنها باعت الماس عشان حتة إزاز ملوش قيمة. ونهاية الموضوع لما ليلى رجعت لأهلها وحكت لهم اللي حصل، أهلها كمان رموها في الشارع، وليلى بقى مصيرها الشارع دلوقتي. ولحد هنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى منكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد.